السلام عليكم اخوتي على قناتنا الرعب تيفي بالدارجه المغربيه. اليوم القصه ديالنا كتحكي على واحد السراق. هاد عبيبيب كان سراق، كان معروف داك الدوار كيسرق الدجاج. المهم الناس بقات كتحضي راسها منه، واخا هكاك كيطير لهم على الدجاج يصيدهم ويديهم، لا بانت له شي دجاجه سارحه راه داها بلا البيض اللي كيسرقو حتى هو. المهم هاد عبيبيب كان يسرق الدجاج وكان يعاود يبيعو في السوق، هذا هو الحل ديالو. بقى من دوار لدوار معروف يعني يسرق الدجاج. الناس هكا صافي يعني عرفاتو بلي سراق، كانوا كيحداو راسهم دوك اللي في الدوار ديالو. بقى هكا يمشي لدوار اخرين هكا ويسرق اللي ما بانتلهش ويعاود فيهم البيع في السوق. واحد القصه هاد عبيبي بالسراق كان غادي هو يفوت على واحد الخلوه، ديك الخلوه ديال شي سيد. المهم فات على ديك الخلوه، بانوا له واحد جوج نساء هازين واحد القفه. شافهم حطوا ديك القفه في ديك الخلوه وشعلوا شي شمع ومشاو. مشى تبعهم، بقاهم مشاو ومشى يركب شنو في ديك القفه، بقى فيها جوج دجاجات كوحل. هز دوك جوج دجاجات قالوا رزيق جابوا لي الله. مشى داهم، مشى عاود فيهم البيع، داهم يبيعهم باعهم ومشى لدارو. فاش مشى لداره هو يحلم واحد الراجل واقف عليه، داك الراجل كله كحل. قال له شكون انت؟ قال له انا هو السوداني. قال له شنو بغيتي عندي؟ قال له انت اللي سرقتني وشنو بغيتي؟ قال له انا ما سرقتكش، انا فين نعرفك؟ قال له انت هو سراق الدجاج اللي جيتي للخلوه ديالي وسرقتي الدجاج؟ قال له داك الدجاج ديالي جابوه لي ناسي. قال له كيفاش؟ قال له انا ما عرفتوش بلي ديالك. قال له حتى انا غادي نوريك شنو هي السرقه. قال له ياك عافاك سمح لي. قال له غنوريك كي داير سمح لي. قال له غتصبح معوج من دوك اليدين، غيولوا عندك معوقين. فاش ناض الصباح لقى صباعو مقطوعين كاملين، بقى كيزكي، جاتو صدمه ولا مسطي، ولا عبيبي بالمسطي مقطوع الصباع. هادشي اللي كان، وهذا كانت النتيجه ديال السرقه ديالو. زاد به الحال ولا يمشي يسرق حتى الخلوات وحتى دوك الناس اللي كيكونوا كيمشيو يديو داك الشيء ديالهم من الخلوات، ولا كيديو داك الشيء للاسياد. المهم انتقموا منه الجنون وانتقم منه الجن السوداني. هادشي اللي كان، وديما يتمشى من تما ويقول لهم كاين السوداني هو اللي دار لي هادشي. المهم عرفوا الناس بلي ضربوا شي جن، وعرفوا بلي راه دار شي بصله، وهذه النتيجه ديالو والذنوب ديال دوك الناس اللي كان يسرق لهم الدجاج ديالهم اللي كانوا عايشين به. وهذاك الشيء اللي كان انتقم منه داك الجن، حيت بنادم واخا هكا كان كيتسامح معاه، طاح في الجن عوج له الصبعه. هادشي اللي كاين. وهذه قصه ديال عبيبي مول الدجاج اللي كان يسرق الدجاج